ممكن تعمل تحليل اسمه فاستنج بلاد جلوكوز ويطلع أعلى من الطبيعي بكتير. وقتها الدكتور هيطلب تحليل اسمه HbA1c أو السكر التراكمي. لو طلعت قيمته أعلى من 6.5 فأنت كده بقى عندك حاجة اسمها دايبيتس ميليتس أو السكري. ولكن ده التشخيص العام، انت محتاج تعرف انت عندك انهي نوع من الدايبيتس. في نوع اسمه تايب 1 دايبيتس ميليتس، وده بيحصل بسبب اوتو اميون اتاك من الجهاز المناعي. النوع التاني تايب 2، وده في الغالب بيحصل بسبب السمنة ومقاومة الأنسولين، والنوع ده منتشر جدا. النوع التالت ان انت تكوني عندك السكر او جالك السكر وانت حامل، فده اسمه gestational diabetes mellitus. النوع الأخير إن أنت ما يكونش عندك أي نوع من اللي فاتوا، ويكون عندك نوع اسمه MODY، وده عبارة عن genetic mutation حصلت في 13 جين، فنتج عنهم الدايابيتس mellitus.